السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دايما متعودة ان انا ببقى معاكم على طبيعتي، بمعنى ان لو حتى حاجة باظت انا بطلع اوريها لكم. تمام. اللي هنعمل النهاردة الكنافة الفنجال، تمام، محشية مكسرات وعليها معلقة شربات. هتشوفون انا هعملها ازاي. في غلطة هنا انا عملتها، ان انا سويت المفتوح اللي هيتحشي كريمة مع المحشي مكسرات، ودي كانت غلطتي. تمام. بس كل شيء الدواء ومفيش حاجه بتبوظ مع منى. تعالوا نشوف هنعمل الكنافه ازاي. بسم الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهم حاجه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بجيب الكنافه بحطها في الفريزر زي ما انتم شايفين. طبعا هي بتبقى صعبه جدا على ايدي ما باجي افركها، بس بتدي نتيجه حلوه. يعني ما بجيبش الكنافه جاهزة من عند الكنفاني واعملها على طول، لا بحطها في الفريزر لانها بتديني نتيجة حلوة قوي. تمام. ولو جايباها وعايزة ومستعجلة عليها بتحطيها في التلاجة قد نص ساعة، وبعدين بتضربيها في الكبة. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما متعودين في الكنافة الفنجال، بنحط على الكنافة بعد ما نفركها زي ما انتم شايفين كده. مجهزة 4 معالق سكر، لان ده نص كيلو كنافة. 4 معالق سكر بودرة. تمام. ليه؟ ده بيخلي الكنافة مقرمشة و... وطعمها حلو. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا البتاعة تلجي جدا، واحنا طبعا انتوا عارفين في ساعة، فاعذروني. فحطيت بقوت السكر، 4 معالق سكر. ماشي. الربع كيلو له معلقتين سكر بودرة، فده نص كيلو حطيت 4 معالق سكر بودرة. تمام. وبطحن السكر عندي ما بجيبوش جاهز. وبعدين سيحت قد كوباية سمنة وبقلبها على الكنافة. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا الغلطة اللي ارتكبتها امبارح دي، انا عملت الكنافة دي بدأت فيها قبل الفطار بحوالي ربع ساعة. تمام. وحطيتها بقى المغرب جدا وحطيتها في الفرن تستوي، وقلت اروح افطر وارجع ابص عليها. طبعا على ما رجعت الغلطة اللي ارتكبتها، الفنجال كانت استوت حلوة قوي، والتانية كانت اتلسعت سيكة. بس مع منى مفيش حاجة بتبوظ. اتصرفنا وكانت حلوة وجميلة واتاكلت بألف هنا. تمام. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعة، جايبة المكسرات. انا دايما بفرم المكسرات، ما بحبهاش بحالها. بقى الزبيب مع جوز الهند مع السوداني، اي مكسرات عندك. وبروح احط عليها معلقه عسل نحل وبقلبهم مع بعض، معلقه شربات من اللي انا عاملاه، وبقلبهم واحطهم على بعض، وابدا افرد بقى الايه الكنافه في الفنجان زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. واحط معلقه حشو واروح مقفله عليها. صراحه حلوه وجميله وما بتاخدش وقت وطعمها حلو قوي. تمام. وشكلها حلو كمان. على تختاري في الحجم على حسب الفنجان اللي بتستخدميه. تمام. يعني انا ببقى عايزه استخدم فنجان اصغر شويه، فبيبقى ما عنديش، فبستخدم الفنجان اللي هو دوت. وخلاص يعني كان شكله حلو يعني وكانت جميله والله، هتشوفوها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بخلص الكميه كلها زي ما انتم شايفين. وبعمل اللي انا عملته بقى، اللي هو المفتوح اللي انا كنت عايزه اعمله زي الفنجان المفتوح واحشيه كريمه. ده بقى هو ده الغلطه بتاعتي، ان انا حطيت ده يستوي ده مع ده. المفروض دي بتاخد سوا اكتر من دي كايه بتبقى محشيه ومدملكه في نفسها كده، فبتبقى ما بتاخدش وقت. بتاخد وقت في السوا. اما التانية اكمنها مفتوحه فاطرافها بتبقى رقيقه فبتحرق. هو ده الغلطه اللي انا ارتكبتها. ولازم البني ادم لما بيغلط لازم يعتذر ويقول انا اسف. فانا بقول انا اسفه بجد، فهو دي غلطه مش مقصوده. او ممكن عشان خاطر الوقت بتاع المغرب ما ركزتش، الله اعلم. بس زي ما انتم شايفين يا جماعه والله هي حلوه قوي، جربوها هتعجبكم. معلقه الشربات اللي بتحطوها على المكسرات دي بتخلي المكسرات تبقى متماسكه. الكنافه مسكره من جوه، حتى لو سقطها شربات بسيط من بره وتلاقيها ماسكه ببعضها كده حلو، مش بتفرط كده. فاهمين؟ لما بتحطوا المكسرات من غير حاجه، ما هي معلقه عسل ممسكاها ببعضها، بتيجوا تاكلوها تلاقيها تحس انها بتجري كده، بتفرط كده مش. لكن دي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ثابته في مكانها وعامله قيمتها بصراحه. فزي ما انتم شايفين كده يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الكنافه جربوها وهتعجبكم. انا دايما فيديوهاتي او الفيس بتاعي او القناه بتاعتي بتقول البساطه
والسرعة والتوفير. البساطة والسرعة دول مبدأ مطبخي، يعني ان انا اعمل حاجة بسرعة واوفر وما اخدش وقت. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني بتعملي طبق الحلويات، يعني نص كيلو كنافة، 4 معالق سكر، المكسرات عندك في البيت والسكر عندك في البيت. كنافة بتجيبها من بره وخلاص على كده. شربات زي ما انتوا عارفين انا بقى بعملها وحاطاه في الايه، في التلاجة. بعمل بالكميات وحط ما بيخلص بعمل سكر غيره وبعمل الشربات واركنه. ليه؟ ممكن يطب عليا ضيف، ممكن يطب عليا اي حد في اي وقت، جوزي جايب ضيوف، يعني اضربها لخفه او لخفانه كده، ولا لا لا لا، كل حاجه تبقى عندي جاهزه. يعني انا بقول لكم الكنافه دي معموله قبل المغرب بربع ساعه. طلعتها وعملتها وظبطتها، اكلت منها بعد المغرب. بس الغلطه بقى دي اللي كانت مزعلاني شويه. بس بما ان انا بتعامل معاكم بمصداقيه وبوضوح، لو حاجه باظت انا بعرضها قدام منكم، ما بحبش ان انا اقول لا الفيديو طالما ده حاجه باظت خلاص لا اعمل فيديو. لا، ما بعملش كده. ليه؟ لان احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم يا جماعه. مفيش حد بيبقى مولود وهو متعلم او عارف كل حاجه، لا، كلنا بنبقى عايشين نتعلم. وكلنا يعني سبحان الله العظيم بنموت وناقصين علام. يعني الرسائل بتعمل صوت، انا عارفه، معلش. فزي ما انتوا عارفين يا جماعه، انا دايما بقعد اقول الصراحه والوضوح اقرب طريق. يعني زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي، وهي يا جماعه لما استوت والله والله حرفيا حلوه قوي. تمام، جربوها وتدعوا لي. والتانية عالجناها، شلنا اللي اتحروق ده ورحنا مقفلينها على بعض كده وحشيها بالكريمه، وكانت حلوه وجميله بسم الله ما شاء الله. بصوا قلبها عامل ازاي، والحشوه ماسكه نفسها وجميله حلوه قوي قوي. جربوها وهتدعوا لي. انا عايزه اهم حاجه الدعوه لام ندى، واذكروا الله وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.